ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عاملين من نص كيلو مفروم 4 اصناف. عملنا ايه من نص كيلو مفروم؟ عملنا مكرونه، صينيه مكرونه بالبشاميل، عملنا صينيه بطاطس باللحمه المفرومه، عملنا سمبوسه. بصوا انتوا سموها سمبوسه سموها فطاير، بس هي عجينه سمبوسه. عجلنا العجينه في البيت وعملناها بكل سهوله. عملنا الكوبيبه الشامي. كل الوصفات القمر دي بنص كيلو مفروم، علشان اللخبطه اللي بتجيلكوا في نص الشهر كده هنعمل ايه ونسوي ايه. اديتكوا 4 افكار، وهعمل لكم فيديو تاني. بكل فيديو هعمل لكم 4 أو 5 افكار علشان تظبطوا الدنيا طول الشهر. يلا بقى بينا نشوف عملناهم ازاي. بصوا يا حلوين بقى، بما اننا هنتكلم عن التوفير، فحتى البشاميل والمكرونه هنعملها بالتوفير. حطيت حوالي 3 معالق زيت، عليهم معلقه سمنه. حلو كده. طبعا المكرونه سلقتها، مش هوريكم يعني طريقه سلق المكرونه. بس كده هنعمل البشاميل. لو شفتيني لحد هنا ما تنسيش اللايك والكومنت، ولو مش مشتركه في القناه اشتركي عشان يوصلك كل جديد مني، وتقولي لي بتتابعيني منين، واي سؤال لاي حاجه اساليني فيه ان شاء الله هجاوبك عليه. بصوا حطيت 4 معالق. ليه؟ انا حاطه على كل، قلنا على كل معلقه زيت او سمنه معلقه دقيق، فانا حاطه 3 معالق زيت ومعلقه سمنه، فهنحط 4 معالق دقيق وهنديله تشويحه كده، مش لحد ما يغمق. انا مش هخليه يغمق. بصوا يا حلوين، انا مش عاملاه بشوربه، انا ما عنديش شوربه. تمام. فحطيت اللبن وقد قد الحليب يعني، وقد الحليب حطيت ميه. حلو كده. اهو هقلبه كده اما احسه انه دخل على يعني ريحته طلعت ان هو يعني استوى. فاهمين؟ مش هو ما بياخدش لون البشاميل، ما بندهوش لون، بس احس كده انه استوى معايا وريحته طلعت. زي ما هقول لكم ايه، زي ما بنعمل الكحك كده ونحط عليه السمنه المقدوحه، فنحس ان ريحته طلعت معانا. هنعمل ايه؟ انا عندي حليب انا غاليه. انا بحب الحليب البلدي في البيت اكتر حاجه ليا انا، غير طبعا ولادي الله يهديهم بيحبوا اللي هو العلب، لكن انا ماليش فيه ابدا. انا بشرب الحليب البلدي زي ما قلت لكم قبل كده. كده خلاص ريحته طلعت معايا، وحسيت انه ايه، ان دي استوى معايا. هجيب الحليب بقى، هو كان عندي ساقع في التلاجة اوريدي، مش لسه سخن. اهو نزلت بحوالي كيلو حليب. هحط عليه قد ايه؟ هحط لتر ميه. الحليب قد الميه. ما عندك شويه شوربه، كيس شوربه كده شايلاه مخزناه في الفريزر، حطي كيس الشوربه، هيدي طعم احلى واحلى. انا بقى هعزز الطعم عشان ما فيش كريمه لباني وهي غاليه، فهنحط ايه؟ هنحط كيس لبن بودر اللي هو ب 8 جنيه ولا ب 9 جنيه ده، شويه فلفل اسمر، والملح بتاعنا. هقول لكم بقى على حاجه انا هحطها، دي اختياري. تمام. انا كان عندي شويه جبنه موتزاريلا كده فاضلين في كيس، قلت ايه، احطهم مع البشاميل يعلوا التيست معايا كده، ويخلوا الطعم ايه يعني ايه، مميز كده شويه، بما اننا عاملين مع الحليب ميه. بس طبعا حطينا بقى كيس اللبن البودر ده. عندك شويه قشطه شايلاهم في علبه في الفريزر، يا سلام، بدل الكريمه اللباني تحطيهم، هيدوا برضو، هيعززوا الطعم ويتخنوا. بس هيخلوا الطعم قمر قمر قمر. فلو عندك شويه قشطه محوشاهم طلعيهم، ما تستخسريش في نفسك ولا في ولادك. كده كده احنا عاملين اكل موفر. الاكلات دي يا بنات لنص الشهر. احنا النهارده 20 او 19 في الشهر. الحاجات دي احنا بنيجي عند اخر 10 ايام بنحتاس، او من بالظبط من نص الشهر بنحتاس، بنبقى مش عارفين نعمل ايه. فانا هديكي وصفات تكون يعني ايه، من غير لحوم، من غير فراخ، فيها لحوم بنسبة بسيطة، فيها مثلا ربع كيلو بانيه هنعمل منه كذا حاجة، نعمل منه نجرسكو، نعمل منه بيتزا، نعمل كذا حاجة. فاهمين؟ فأنا هديكوا أفكار كل فيديو كده 4 5 أكلات يعني ايه، الحوسه بتاعت نص الشهر اخر الشهر هتنفعكوا قوي. هنا البشاميل اللي كان خلاص. بصوا انا هوريكم السمكه الجبنه الموتزاريلا عملت مطه لطيفه كده. عاوزه اقول لكم طعم البشاميل ده خطير. هسيبه يبرد وهخش ايه على اللحمه المفرومه النص كيلو اللي معايا زي ما قلت، وهعصب النص كيلو ده يا حلوين. انا هدخله في 4 أكلات. حلو كده. هنحط ايه على، وكلها بالعصاج، يعني احنا هنعصج النص كيلو كامل. انا حطيته فوق ما فيهاش اي ماده دهنيه، وحطيت حوالي معلقه زيت بس مش اكتر. تمام كده. وضربت في الكبه
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 4 بصلات كبار فيما يعادل نص كيلو بصل. يعني النص كيلو لحمة مفرومة هنحط له نص كيلو بصل. هتقولي كتير يا شيماء؟ لا مش كتير، احنا قلنا بنتحايل على الظروف وبنحاول ندبرها ونأكل ولادنا لقمة نظيفة وحلوة. انت دلوقتي عاملة نص كيلو لحمة مفرومة بلدي ب 200 جنيه، بس بتأكلي عيالك حاجة كويسة، ما بتأكليهمش لحمة متلجة او ولا لحمة كبيرة، لا بتأكليهم لحمة حلوة وبتدخليها في كل الأكل. حطينا فلفل اسمر، حطينا كباب صيني، حطينا بهارات لحمه، شويه توم باودر علشان انا ما حطيتش توم، الكاري مهراني اللي انا بحبها طبعا بلا شك، دي بتدي طعم فظيع ورهيب يا جماعه. هي اسمها كاري مهران، بس هي فيها حوالي 9 انواع بهارات بتخلي الطعم فظيع حتى متملحه. بصوا بقى، انا هنزل هنا بالاربع بصلات الكبار اللي انا فرمتهم في الكبه، وعامله معاهم 2 قرن فلفل اللي هو الحار السبايسي. مش حباه حطي فلفل عادي اخضر، فلفل احمر، المهم تطعمي بالفلفل، بيدي للعصاق طعم حلو قوي. وكمان هوريكم انا بحط ايه للعصاق بيخلي طعمه فظيع. انا بحب احط للعصاق معلقه بيوريه الطماطم او صلصه الطماطم. عاوزه اقول لكم اللون في المكرونه، اللون في الاكل عموما بيبقى الشكل مع التطعيمه حلوه حلاوه. لو ما بتعمليش كده جربيها. بصي، حابه تحطي مكعب ماجي، انا عملت الاكل كله النهارده من غير اي مرقه اللي هي المكعبات الماجي. حابه الطعامي بماجي مفيش اي مشكله، حطي ما فيهاش اي مشكله. هنا بقى ايه، خلاص اتشوحت معايا ودخلت في السوا. اما احس انها دخلت في السوا انا هحط لها معلقه الصلصه، لان هي هتاخد تشويحه معاها بس مش اكتر. اهي بصوا معلقه حلوه كده، هتاخد تشويحه معاها مش اكتر. وهي كده كده اللحمه نشفت من اي ميه واي حاجه. بصوا عامله ازاي، ما فيهاش اي حاجه، حتى البصله نشفت معايا اهو. عاوزه اقول لكم طعم العصاق طالع بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. طعمه قمر والله يا بنات، طعمه جميل جمال سبحان الله. فعلا الحاجات اللي الواحد بيدبر فيها والله ربنا بيطلعها جميله وبيراضي اي حد ظروفه. يعني ما تسمحش، زي ما قلت لكم انتوا مالكوش دعوه بشيماء بتاكل خروف بتاكل كتكوت، احنا ملناش دعوه. انا يا ستي ظروفي الحمد لله احمد ربنا واشكره، وده هذا من فضل الله. بس شيماء مرت بظروف صعبة جدا وظروف مش حلوة خالص. وفي أول جوازها كانت بتحط القرش على القرش، وبتعمل أكلة أرديحي، بتعمل كل أسبوع أكلة باللحمة زي أي حد، زي أي حد. فيا جماعة هي ما بتدقش دايما بصوا هي ما بتدومش على أي حال، لا بتدوم في فلوس ولا بتدوم ما فيش فلوس. كل الناس بتتأذن فترة وربنا بيكرمها فترة، وأساسي هو ربنا كرمنا طول الوقت. على لو الأكل أرداحي أو الأكل على القد برضو ده كرم من ربنا. اوعوا تقولوا ان في حد بيموت من الجوع، ما فيش حد بيموت من الجوع. ربنا بيرزق النملة في قلب يعني ايه جحر كده صغنن، بيرزقها وبتخزن خزين سنة. فمش ما بالكم بقى بالبني ادم، فربنا استحالة هينسانا، ربنا مش هينسانا ابدا حاشا لله. فاحنا بس بنتحايل على الظروف، ازمة وهتعدي ان شاء الله، ربنا يفكها على كل الناس يا رب. واحنا برضو بنعمل حاجات حلوة وحاجات جميلة، وبنأكل عيالنا احسن اكل. الاكل ده قولوا لي مين بيعمل الاكل ده؟ بنوفر وبنعمل اكل موفر، بس بنعمل اكل جميل في نفس الوقت. ونصيحة خدوها من اخت مش صغيرة ومرت بحاجات كتير قوي في حياتها. اتجوزت وانا عندي 16 سنة، حلو كده، وانا في تانية ثانوي. شوفوا تخيلوا انا اتجوزت صغيرة ازاي. مريت وعشت وشفت حاجات كتير قوي. بقالي 25 سنة جواز. بعد السن ده اللي انا وصلت له هقول لكم على 3 حاجات انا عايشه بيهم، انتوا خدوهم قاعده كده، خدوهم قاعده عيشوا بيها لراحه النفس بتاعتنا. عدم المقارنه، ما تقارنيش نفسك باي حد، ارضي باللي انت فيه. الرضا يعني بصوا الرضا بالمقسوم عباده، فارضي باللي انت فيه. تاني حاجه، نص الراحه للبني ادم عدم التدخل في شؤون الناس.
ما تتدخليش في شؤون غيرك، كل واحد يلزمه شأنه، هتبقي مرتاحة راحة مفيش بعد كده. تالت حاجة، نص الحكمة في الدنيا الصمت. اسكتوا، اسمعوا واسكتوا، اسمعي اكتر ما تتكلمي، هتلاقي نفسك بتفهمي اكتر. بصوا بقى اقول لكم، استنوا سيبكم الرغي بتاعي ونشوف احنا عملنا ايه. احنا هنعمل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل الكوبيبه الشامي. حطينا كوبايه ونص برغل ناعم الضحى، انا بحبه عشان نضيف قوي. وهنحط كوبايه وربع دقيق سميد، وهنحط لهم الميه كوبايتين ميه، او على قدهم كوبايه ونص، لا انا حطيت كوبايتين ميه. وهسيبهم مع بعض كده يقعدوا حوالي نص ساعة لحد، لا انا حطيت كوبايتين ونص، انا عمالة اقول كوباية ونص، لا كوبايتين، هما كوبايتين ونص، لحد ما احس انه الدقيق بتاع السميد فتح معايا، علشان اما اعجنهم يتجانسوا كلهم في قلب بعض. حلو كده. حطيت المية مغلية من الكتل. بس زي ما قلت لكم يا حلوين، هنا هعمل السمبوسة دي، عجينة السمبوسة اللي انا بعملها، وفي ناس بتسميها فطاير بس انا بعملها سمبوسه. هنحط كوبايتين دقيق، كوبايتين الدقيق دول هيطلعوا لكم كميه محترمه جدا جدا. استنى اقول لكم، هحط برضو كيس لبن بودر علشان يطعم حلو معايا قوي. معلقه صغيره بيكنج باودر علشان تساعد معايا على الرفع، وذره الملح. وهنعجن بميه دافيه من الكتل او سخنه، انا هزودها بميه من الحنفيه بس هتبقى ميه دافيه مش سخنه قوي. هنبدا بقى نعجن العجينه بتاعتنا، عجينه عاديه خالص بس تخدميها في العجن، ما فيش اسهل من كده. احنا بنريحها حوالي ربع ساعه وبعد كده بنشكل معانا السمبوسه بتاعتنا. في اسهل من كده؟ ولا تروحي بقى تشتري ورقه سمبوسه بقد كده، ولا علبه سمبوسه، ولا كيس سمبوسه من الماركت بقد كده، لا احنا هنعملها في البيت سهله جدا. بس يا حلوين نرجع لمرجوعنا في الكلام اللي انا قلت لكم. يبقى عشان ترتاحوا تعملوا الثلاث حاجات دول هتعيشوا في سلام، انتوا نفسكم هتلاقوا نفسكم عايشين في سلام. خدي النصيحة من اختك، دي خبرة 25 سنة. انا كنت عبط الدنيا وانا صغيرة وكنت معرفش حاجة في اي حاجة. احنا زمان غير دلوقتي خالص يا بنات. دلوقتي في الموبايلات مع الولاد، في المسلسلات والحاجات اللي بيشوفوها، الولاد ما شاء الله ما شاء الله دلوقتي عندهم وعي وادراك غيرنا خالص. احنا ما كناش نعرف حاجة في اي حاجة، لا كان في موبايل ولا كان في كمبيوتر ولا كان في اي حاجة من التكنولوجيا اللي احنا فيها دلوقتي. ف برضو دلوقتي الولاد ناصحين، بس يعني ايه، كل زمن وعلى قد ايه فهمه. هنا العجينة بتاعتي اتعجنت وهسيبها ترتاح حوالي نص ساعة. هنا بقى انا عملت ايه، دول حوالي كيلو بطاطس انا جايباها كلها بحجم واحد، حجم لا صغير ولا كبير، متوسط. عملنا ايه، قورتها زي ما بنقور كده الكوسه والبتنجان، بس التقوير بتاعها انا شلته علشان انا عاوزاه اهو في الطبق الصغير ده، هحطه في القاع الطاجن اللي انا هعمل فيه. هنعمل ايه بقى، حطيت شويه بابريكا، شويه فلفل اسمر، هحط شويه توابل بتاعه لحمه، هحط شويه ملح، وهدعك الكلام ده كويس قوي وهحطه في القاع. ليه ده لما بنعمل شويه رز مع الاكله دي، مع صينيه البطاطس دي باللحمه المفرومه. عاوزه اقول لكم انتوا بتاكلوا اللي في القاع ده قبل البطاطس نفسها اللي محشيه لحمه مفرومه. عاوزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، اللحمه كان فيها بركه. يا سبحان الله يا سبحان الله على البركه اللي كانت فيها. انت هتجيبي ولو عملتي الطرق دي صدقيني صدقيني هتلاقي بركه سبحان الله. بصوا انا بحشيها للاخر، مش بتحشيها نصها او لا لا، كده كده اللحمه اللي احنا حاطينها مستويه فمش هتزيد، تمام، فبنحشيها للاخر عادي خالص. تمام كده. هي ده هتخلص معايا، وانا عامله دول حوالي الكيلو بطاطس عمل معايا 9 بطاطسيات، لان هي مش صغيره هي متوسطه. او ظبطتها كده وخليت شكلها لطيف. انا فرن البوتاجاز اوريدي طلعت المكرونه والفرن سخن وسايباه شغال علشان هدخلها على طول في الفرن، ما بتتحطش على البوتاجاز من فوق، بدها بتخش الفرن. هنا بقول لكم بصوا معايا بسم الله ما شاء الله من العصاج قد ايه، حبه كويسين قوي. بصوا بقى هنا هطلع المكرونه، طلعت بسم الله ما شاء الله قمر قمر، طالعه قمر، وطعمها كان خيالي والله يا بنات كان خيالي.
هنا بقى معايا حوالي اقل من نص لتر ميه. هحط توم باودر وبصل باودر، حابه تحطي مرقه فوريه مفيش اي مشكله. هحط فلفل اسمر، بهارات لحمه عشان تطعم، والملح بتاعي هظبطه، وهحط معلقتين صلصه كويسين قوي. حابه بقى تستغني عن الميه والصلصه وتعملي الطماطم، بس انا قلت اعمل بصلصه عشان الطماطم غاليه، فنبقى موفرين برضو نوعا ما. وهقلب الكلام ده كويس واظبط ملحي، وهصبه على الطاجن بتاع البطاطس بتاعي. في اسهل من كده يا بنات؟ ما اعتقدش ان في اسهل من كده، والطعم هيعجبكم حلوه حلاوه مش قادره اقول لكم. اهو بصوا، الموضوع سهل جدا جدا. انا فاض معايا من التشريبه دي الصلصه دي، وخدتهم شلتهم وحطيتهم في الكيس وشلتهم في الفريزر. قلنا ما بنرميش اي حاجه. بصوا بقى فايده حته السمنه البلدي، زي ما قلت لكم تجيبوها كل اول شهر كيلو او 2 كيلو وتسيحيه. ان انت لو بتعملي اكل من غير لحوم، من غير اي حاجه، زي ما بنقول احنا كده بالبلدي قرداحي، انت بتغذي ولادك بمعلقه السمنه البلدي. في حبه الرز، في حبه الطبيخ، بتفرق قوي. لان السمنه يا جماعه النباتي مهدرجه، وبتعمل كوليسترول، وبتتعب القلب، وبتعمل بلاوي. حلو كده. بصوا بقى انا وقعت في مشكله. انا الكوبيبه، بص حطينا لها الاول شويه كمون، شويه بابريكا، شويه توابل اللي هي المهران اللي انا بحطها، والملح بتاعي. حلو كده. وهعجنها. انا فضلت شغاله بقى. تعالوا هقول لكم لسه هحط ايه. هحط لها نشا، وهحط لها دقيق. ما تستغربوش. انا عملت لكم المره اللي فاتت الطريقه دي، الطريقه من غير الدقيق ومن غير النشا. جربوا بقى الطريقه اللي بالنشا والدقيق، هتعجبكم اكتر، في ان هي هتبقى فيها طراوه، وفي نفس الوقت من بره الكفر فيه قرمشه، فدي طعمها بيبقى فظيع. تخيلوا ان انا اشتغلت عجنت وقعدت عملتها كلها، وفي الاخر الاقي الكاميرا مش شغاله. اما كنت هعيط، والله كنت هعيط. هتشوفوا دلوقتي الكاميرا هتفصل مني وانا عجنيها، وانا بعجن فيها. بس قدر الله ما شاء فعل. انتوا لو كده رجعوا للفيديو بتاعي اللي انا عملتها فيه، هتشوفوا انا كنت مصوره وانا بلفها وبحشيها ازاي. بس الحمد لله، وانا بصور وانا بحمرها الحمد لله. هنا عايز شويه دقيق. بصوا حطيت غير الكوبايه حوالي معلقتين دقيق تاني، وظبطت الملح بتاعي. عاوزه اقول لكم تتاكل كده حاف من غير حشو. صدقوني من غير ما تتقلي تتاكل حاف من غير حشو، على التوابل اللي فيها جميله جدا. ولازم تعجنيها كتير قوي، تعجنيها كتير. وبنحط شويه زيت اما بنيجي نشكلها. بصوا بقى هنا كان ضاع مني. تعالوا بقى نخش على السمبوسه. الحمد لله من فضل الله ان هي ما فصلتش معايا. بصوا هنعمل ايه. انتي قسميها بقى. انا قسمتها كبيره شويه. حابه تعمليها صغيره، هتعملي الكوره اللي احنا بنعملها دي قد الليمونه، لكن انا مش عاملاها قد الليمونه، انا عاملاها كبيره شويه. لكن العاديه خالص بتبقى قد الليمونه الصغيره. وخدوا بالكم، العجينه دي مش بترتاح. حلو، احنا ريحناها اوريدي، فاما بنعملها بنشكلها كده بنشتغل فيها على طول. سهله يا جماعه، سهوله مش قادره اقول لكم. انا دي بعملها على طول على طول في رمضان. يعني اكتر حاجه طبعا كلنا بنعمل السمبوسه دي وبناكلها في رمضان، هي والكوبيبه، بيبقوا مقبلات كده جنب الاكل. لكن في الايام العاديه هنعملهم اكل. احنا في رمضان بقى بنطبخ كل حاجه، بناكل الاخضر واليابس فبنعمل كل الاكلات من الصيام، بنحس ان احنا هناكل الكون. واما بنعمل الاكل سبحان الله هما معلقتين وخلص الكلام. بس سبحان الله، دي فطرة البني آدم والإنسان. لأن الأكل والتذوق ده من متع الحياة اللي ربنا خلقنا بيها سبحان الله. بصوا بقى يا حبيباتي، الكمية اللي احنا عملناها من كوبايتين دي ادتني قد ايه. هتشوفوها وانا بحمرها اكتر قد ايه. بصوا بتتفرد ازاي. بنمسكها بالمردانة كده، نفرد نفرد، وبنحط الحشوة في النص، وبنقفلها زي شفتوا القطايف كده، وبندوس قوي بس من الأطراف. اهو بصوا من الأطراف لازم تدوسي قوي، وبتجيبي ايوه القطعه دي وبتديها شكل كده. بس كده الموضوع سهل قوي فوق ما تتخيلوا. اهو شويه دقيق بتبدري بس العجينه علشان ما تلزقش معانا. حلو كده. بتديها تبديره كده من فوق من تحت، بس مش اكتر من كده، لان احنا مش عاوزينها تبقى مجيره وفيها لون ابيض.
ولازم لازم باكد عليكي الضغطه بتاعه الاطراف دي تقفليها كويس قوي. بصوا اللي انا بشيله وبقصه ده انا لميته على جنب كله، وهعمله في الاخر واحده هشكلها برضو، مفيش حاجه بنرميها. بصوا بقى النص انا عملوا معايا 12 قطعه سمبوسه. بس القطعه ايه؟ القطعه اللي هي بسم الله ما شاء الله قد كف الايد. القطعه دي مش السمبوسه الصغيره دي، قد كف الايد. انا كان عندي ميكس جبن، اللي هي الشيدر والرومي وال وايه تاني يا شيماء؟ الشيدر والرومي والموتزاريلا، كيس كده بيبقى مع بعضه. بتستخدمي ايه يا شيماء في الموتزاريلا والميكس؟ بستخدم جبنة الأطباء وما بغيرهاش. لو يعني لقيتها ناقصة في السوق بجيب الحمد، فأنا ما بستخدمش غير الأطباء والحمد، دول أحسن اتنين. لا عاوزة أقول لكم أنا جبت مرة من الماركت اللي هي دومتي يا ستار، والله يا بنات مارشميلو. يعني أنا حطيتها على وش، كنت عاملة إيه، نجرسكو تقريبا. كنت عامله مكرونه نجريسكو ولا كنت عامله لازانيا، والله ما فاكره. عاوزه اقول لكم والله كاني ايه، حتى ما ساحتش، هي كانك رصه مارشميلو كده وتشوى من على الوش. لا صعبه قوي اللي هي دومتي دي. فاما جربت الاطباء بصراحه حتى في مطتها عجباني، ما بغيرهاش. والحمد لطيفه، مش يعني ايه تدوها المركز التاني بعد الاطباء. هنا بصوا عملت كمية حلوة، والحشوة عاوزة بقى تحشي اللي انت عاوزاه. عاوزة تزودي مع اللحمة المفرومة زيتون حطي، عاوزة تزودي مع الجبن دي زيتون حطي برضو، عاوزة تعملي جبنة براميلي جبنة تلاجة، احشي اللي انت عاوزاه. السمبوسة احنا بندلعها كلها في الحشو، فالموضوع سهل جدا معانا. اهو عملوا معايا كميه محترمه، هتشوفوا دلوقتي وانا بقليهم. بصوا دي بقى قعدت ايه الم فيها كده، وهتتفرد معايا بصعوبه لان هي مش مرتاحه. بصوا دي اكتر حاجه تعبتني في الفرد، لان دي بواقي كلها وانا عجنتها مره واحده مع بعض. بس بصوا الحاجه سبحان الله، انا حتى المقدار اللي انا حطاه كفى كل حاجه، الحمد لله، هذا من فضل الله. اهو دوسنا على الطروف جامد ولمينا كده، بس كده خلص الكلام. وهنلم الليله دي، بص بوريكم فرحانه بالكميه اللي انا عاملاها. بس كده يا حلوين. نيجي بقى عند التحمير، انا هوريكم طريقه التحمير ازاي. الزيت بتاعنا سخن جدا، هننزل بالسمبوسه. بصوا هنشيل بالمعلقه الزيت وهو سخن كده، نرمي على وشها، واول ما احس انها خدت لونها اقلبها الناحيه التانية، هتلاقوها بترتفع معاكم بقى وبتعمل الفقاقيع اللي هي الشكل بتاع السمبوسه ده. اهو بصوا خدت لون بسرعه ازاي، تفضلي تقلبي فيها يمين وشمال. وما بتشربش العجينه دي، مش بتشرب زيت خالص. يعني انا حطيتها في المصفايه دي هي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هي والكوبيبه ما نزلوش زيت، يعني ما صفوش زيت معايا. ما الحاجات دي مش بتشرب زيت ان هي تضر. تخيلوا بقى كوبايتين دقيق عملوا لي 12 قطعه سمبوسه، ده يعني حاجه تتاكل لعيله مع حبه سلطه. والله بقى حابه تعملي عندك بانيه متبلاه، هتطلعي كام حته كده على قد الولاد، ما فيش يبقى ده يعني فضل ونعمه من عند الله. يبقى تعملي الطبق ده مع شويه سلطه للولاد هياكلوه، اعتبريها فطاير عاملاها مش سمبوسه لان حجمها كبير. هشوقكم بقى للمنيو اللي جاي ان شاء الله، برضو هعمل لكم بقى اكلات من غير لحوم نهائيا. في اكله انا متعلماها اسمها مجدره. دي عباره عن ايه؟ عباره عن عدس بجبه وفريك خشن. سوري مش فريك خشن، برغل خشن. هو شبه الفريك كده بس هو برغل. عاوزه اقول لكم الاكله دي بتنزل في القلب، ما بتنزلش في المعده. والله يا بنات المجدره دي بتنزل في القلب ما بتنزلش في المعده، فانا لازم اعملها لكم لان دي من اكلاتي المفضله. وهعمل لكم كشك المص، برضو الكشك ده مش محتاج تكاليف، مش محتاج اي حاجه. وهعمل لكم كشري اسمه بقى ايه عفوا اسمه كشري ابو زينهم. وما تستغربوش من الاسم ده يا بنات، عشان اللي كان بيعمله اسمه ابو زينهم، وكان في منطقه بولاق في مصر. فالكشري ده معروف قوي للناس، في ناس في المناطق دي عارفاه قوي لانه من زمان جدا، من حوالي 40 سنه. بس الطريقه دي كانت واحده صاحبتي كلته عندها وعجبني قوي، ووقفت معاهم اما جم يعملوه تاني واتعلمت الطريقه بتاعته حلوه قوي وموفر قوي.
وحاجه كده في منتهى اللذاذه. دي الحاجات اللي انا فكرت فيها لحد دلوقتي. بقعد بقى بصراحه عامله لكم ايه، عامله نوتس كده، بقعد امسك القلم واقعد بقى افكر لكم في افكار، بقعد اعصر لكم مخي يا بنات. بعصر مخي علشان احاول قدر المستطاع افيدكم باي حاجه انا متعلماها وعارفاها او بعملها. لدرجه ان انا برضو هعمل لكم فيديو، يعني ده بوم بقى بوم. انا في نوع صابون بعمله من غير بقى تركيبة الصابون ومن غير الحاجات دي. يعني بصي، تعملي من لتر صابون، من لتر صابون اللي هو في الصبانة ب7-8 جنيه، تعملي 10 لتر. وبقى ريحة الليمون والانتعاش فيه مش قادرة اقولك، وهتعمليه من ما فيش خالص. ده ان شاء الله ان شاء الله، ده بعيد عن المطبخ. انا علشان عارفاه وبعمله، كنت بعمله زمان قوي. هوريكم طريقته، هيعجبكم وهيوفر معاكم توفير رهيب. انا بحاول قدر المستطاع ادور على اي حاجة توفر لكم في الميزانية، لان الدنيا انا عارفة مش احسن حاجة، والحاجة غالية على الناس كلها صدقوني، سواء على الطبقة اللي على قدها قوي او الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة. كله متأزم والله. الحاجة بتغلى على كل واحد بحسب اللي بيشتريه وبياكله، فالغلو على الكل مش على حد واحد، كله بيعاني. بس الحمد لله زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، رب الرخيص رب الغالي، اللي بيرزق في الوقت ده بيرزق في الوقت ده. وربنا ما بينساش حد، ما كان ربك بظلام للعبيد. فربنا ما بيظلمش حد يا جماعه. الحمد لله على النعم اللي احنا فيها كلها. كفايه ما بنقوم من النوم الصبح شايفين سامعين شامين، واقفين على رجلينا بنمسك بايدينا، دي نعمة كبيرة قوي. دي اول النعم اللي احنا عايشين فيها. سيبكم الاكل والشرب ده، هو حاجة لازم لابد منها ايا كان اللي هيتاكل. بس عاوزة اقول لكم الصحة نعمة كبيرة قوي اكتر من الحاجات دي. انا بحبكم كلكم، بحب امهاتي اللي معايا واخواتي وبناتي الصغيرين حبايبي. انا بحبكم قوي قوي قوي. بصوا هنا بوريكم السمبوسه، قمر 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 فوق ما تتخيلوا. والكوبيبه طالعه تحفه، مقرمشه من بره كده، الكفر كله مقرمش ومن جوه فظيع. انا بفتح الحاجه وهي سخنه علشان اوريها لكم. وكانت صينيه الطاجن بتاع البطاطس اتعمل معايا وطلعته، والمكرونه. اتمنى اكون بفككم وشرفتوني.